وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصالة عن نفسي وبالإنابة عن المحتفى به الأستاذ عابد سعيد بن مغلي النامي الجبريني الحليلي السلمي، وبالإنابة عن ذوي جبرين وعن حليل وعن سليم كافة، ورحب بكم جميعا أصدق الترحيب. أيها الإخوة، لا أكون مبالغا إذا قلت إنني لا أجد من المفردات ما يخرج ما في صدري من المودة والتقدير والحب والتعبير عن فرحتنا بحضوركم وتشريفكم حفلنا هذا. فمرحبا بكم ثم مرحبا بكم ثم مرحبا بكم. بالرغم من أن تقريري للأستاذ عابد يعتبر مجروحا، فإنني سأقرره وسأختصر من زاويتين. الزاوية الأولى من الناحية الشخصية، فالأستاذ عابد سعيد منذ نعومة أظفاره جبل على طبائع لا تتوفر في كثير من الشباب أمثاله، منها سرعة البديهة وسرعة الخاطرة وبشاشة الوجه والبسمة الدائمة وسرعة البديهة، وهذه صفات جبلية ربما اكتسبها من والده المرحوم بإذن الله تعالى سعيد بن مغلي، عليه وعلى جميع أمواتنا وأموات المسلمين رحمة من الله وبركاته. فهذه الصفات أكسبته حب التراث منذ نعومة أطفاله، هذا من الناحية الشخصية. أما من الناحية العملية فقد اختار مجالا صعبا لا يفكر فيه الكثير من الناس في مثل سنه، ولتوفر الصفات التي أشرت إليها فقد اختار مجالا صعبا على مثل عمره، ألا وهو المجال الإعلامي. وفي ماذا؟ في التراث. التراث كما هو معلوم مجال خصب ومتعدد ومتنوع، وهو مرآة الأمة، فيه ثقافاتها ولغتها وآثارها وجميع ما يحسب لها من تقاليد وعادات وكل ما يتصل بحياتها. وقد احترف أو وقد ابتدع في هذا المجال منذ نعومة أظفاره، وبدأ يحفر في صخرة وفي طريق كثير المزالق والصعوبات، واستمر على ذلك. فليس بالسهل أن يستمر مبتدئ في مجال حفظ التراث وفي مجال توثيق التراث. وسيأتي اليوم الذي يكون فيه ما قدمه عابد وما وثقه وما حفظه على وسائل الحفظ المختلفة منذ بداية التوثيق الصوتي والمرئي، سيصبح كنزا لا يقدر بثمن. ولكم أن تتصوروا بعد 50 عاما أو بعد أكثر من ذلك ما هي الثروة المحفوظة في هذه الوسائل بسبب جهد الأستاذ عابد وأمثاله من المبدعين حتى لا نبخس الناس. سيكون موروثا عظيما لا يقدر بثمن، يشتمل على الناس. سيكون هناك أجيال مفقودون قد تولاهم القدر، يتعرف عليهم الجيل الجديد ويعرفون أهلهم وأنسابهم ومعارفهم، وسيصبح تراثا لا يقدر بثمن. لن أريد أن أطيل، أبارك للأخ عابد على المجال الذي اختاره وأهنئه على هذا التكريم وهذا الحضور الضخم المشرف الذي لولا محبته لما أتى هذا الحضور. وأتمنى له التوفيق، وهو لا يحتاج إلى توصية، ولكن يقترح عليه وآمل أن يتقبل الاقتراح أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ليحافظ على التوازن ومحبة الجميع، وأن لا يبالغ في بعض الأوصاف التي تأخذه الحماسة أحيانا ويسترسل في إطلاقها. أتمنى له التوفيق، وأشكر لكم حضوركم المشرف
فمرحبا بكم، واعتذروا عن القصور، فحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.